السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ يومكم جميل ان شاء الله. سؤال كان دايما محيرنا كتير، وانا كنت وعدتكم ان احنا هنتكلم فيه، موضوع تأثير الشاي بلبن على الدايت. اقاويل كتير جدا طلعوا قالوا الشاي بلبن لو شربناه بيثبت الوزن، الشاي بلبن بيتخننا، الشاي بلبن مضر. طيب، طب تعالوا نتفق كده مبدئيا الاول، نشوف احنا اللبن المفروض ان احنا بناخد منه الكالسيوم اللي جسمنا محتاجه. طيب انا بعمل دايت وبعمل رجيم وما اقدرش اكمل يومي من غير ما، في ناس متعوده عليه جدا 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 لدرجه انهم ما يقدرش يبداوا يومهم الا لما يصحوا من النوم ياخدوا كوبايه الشاي ولبن ده، فبتحس انها بتظبطهم نفسيا او بتريحهم نفسيا، فبيحسوا ان هم مكملين يومهم بمزاج كده وراحه نفسيه كويسه. طيب، هل الكالسيوم اللي احنا بناخده في اللبن احنا بناخده في اللبن بس؟ اكيد لا. طبعا الكالسيوم احنا بناخده في الجبنه القريش، بناخده في البيض، بناخده في خضار كتير جدا موجود فيه زي السبانخ والخضروات الورقيه كلها عموما. فبالتالي احنا ما احناش هنيجي على كوبايه اللبن اللي ممكن نقدر ما نستفادش بالكالسيوم الكامل اللي موجود فيها بسبب ان احنا حطيناه على شاي ونقزم الدنيا. الشاي ولبن ما بيثبتش الوزن ولا حاجه، الشاي ولبن ما بيتخنش ولا حاجه، ما فيش منه اي ضرر تماما. ولكن ما ينفعش اصحى من النوم اشرب كوبايه شاي بلبن ومفطرش، ما ينفعش اجي بالليل اشرب كوبايه شاي بلبن وما اخدش العشاء بتاعي. المفروض كوبايه الشاي بلبن تكون مع وجبه اساسيه عشان جسمي ياخد احتياجاته من الكالسيوم من عناصر تانية. لان فعلا ده حقيقي، اللبن لو خدنا كوبايه اللبن من غير ما نضيف ليها شاي او نضيف لها قهوه او نضيف ليها نسكافيه بلاك، بناخد فائدة الكالسيوم كاملة من اللبن وناخد الفوائد بتاعته كاملة. ولكن لو حطينا عليه شاي او حطينا عليه قهوة احنا بنفقد الفائدة بتاعته. ولكن احنا ما احناش عايزين نأزم الدنيا ونقول لا ممنوع ومش ممنوع ومش بيتخن ومش بيثبت الوزن، كل ده كلام خطأ. ولكن احنا نقدر نصحى من النوم ناخد 2 بيض مسلوق وناخد الكالسيوم بتاعنا وناخد فطارنا عادي جدا ونشرب كوبايه شاي بلبن، او ناخد جبنه قريش او ناخد جبنه خاليه الدسم او جبنه قليله الدسم وقليله الملح، وناخد وجبه الفطار بتاعتنا كامله ونشرب معاها كوبايه الشاي ابو لبن. وممكن نصحى من النوم ناخد كوبايه الشاي بلبن بتاعتنا او النسكافيه البلاك بلبن بتاعتنا او القهوه بلبن. ولكن ده ما يمنعناش ان احنا ناخد وجبه الفطار بتاعتنا كامله. الغلط ان احنا نصحى ناخد كوبايه شاي بلبن ونستكفى بذلك وما ناخدش الفطار بتاعنا، هو ده الغلط. ليه؟ لان جسمنا محتاج نسبه كالسيوم عشان العظم بتاعنا وعشان الحرق وعشان احنا محتاجين الكالسيوم. فبالتالي لو انت فاكره ان انت بتاخدي الكالسيوم بتاعك من كوبايه الشاي بلبن، لا، احنا بنشرب كوبايه الشاي بلبن بتاعتنا، ولكن لازم نكون فاهمين ان احنا فقدنا الفايده اللي في اللبن. ولكن مش هنأزم الدنيا ان احنا ما خدناش الكالسيوم موجود في كوبايه اللبن. فبالتالي مفيش مشكله خالص من كوبايه الشاي بلبن. اشربي الشاي بلبن، نشربه مره، نشربه مرتين، نشربه 3 في اليوم، ولكن مع وجبات كامله متكامله ناخد الكالسيوم بتاعنا من حتت تانية زي البيض، زي الجبنه القريش، زي الخضار، من حاجات تانية كتير جدا فيها كالسيوم، ونشرب الشاي بلبن ونتمتع بيه وما نقزمش الدنيا ومش بيثبت الوزن ولا حاجه ومش بيتخن ولا حاجه. اشربي الشاي بلبن زي ما انت عايزه. انا عن نفسي من الناس اللي بحب الشاي بلبن جدا جدا وعمري ما منحته. فاحنا كده فهمنا قصه الشاي بلبن، فما ما تأزميش نفسك وتأزمي الدنيا كلها. اشربي الشاي بلبن بالهنا والشفا. يومكم جميل ان شاء الله، ورب اكون افدتكم.
كان معكم ادمان هبة الله، الجروب لو نفسك تخسي للبنات فقط. طبعا لو عجبك محتوى الفيديو متنسناش في اللايك والشير واعملي اشتراك للقناة، وهحط اللينك بتاع القناة بتاعتنا في صندوق الحفظ تحت الفيديو. طبعا طريقة الاشتراك في الفيديو، بتخشي على اليوتيوب بتبحثي هتخسي مع هبة الله، تلاقي القناة بتاعتنا، تعملي اشتراك وتفعلي الجرس عشان توصلك الفيديوهات بتاعتنا. بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.